مساء الخير جميعا. ما عرفتش واش الصوت واضح مزيان. وي بصح. واضح واضح أستاذ مصطفى. واضح، اوكي. طيب، انا في رايي اننا نتكلم باستفاضه على التدين في المغرب منذ بدء الاسلام، ملي دخل الاسلام للمغرب، وكيف يعني استقر أو استقرت المذاهب، سواء المذهب العقدي أو المذهب الفقهي أو المذهب السلوكي في المغرب. أنا صراحة هذا هو الموضوع اللي كنت عوال نتكلم فيه، بمعنى إمتى دخل المذهب الأشعري والمذهب المالكي وتصوف الجنيد، وكيفاش وشنو هي العوامل والأسباب اللي خلات هذه الأمور تستقر، بحيث أنه يولي عندنا واحد التدين مغربي خاص، واحد الإسلام مغربي خاص، وهو اللي بقى مستمر طيلة قرون حتى ما بعد الاستقلال، فاش غتبدا تظهر هذه الحركات الإسلامية. فأنا رأيي أننا نتكلم في هذا الموضوع باستفاضة، لأنه تقريبا المواضيع ديال الإسلام السياسي والحركات الإسلامية والإسلام السلفي يعني مقتولة بحتا، ولكن قليل اللي كيحاول، اللي ربما عنده فكرة ولا اللي كيعرف كيفاش المغاربه اختاروا هذا المذهب. واش اختاروه عن طوعيه، واش تفرض عليهم، واش اختاروه، واش السلطه السياسيه هي اللي فرضته بشكل من الاشكال. يعني انا في رايي اننا نتكلموا في هذا الموضوع، والموضوع ديال الحركات الاسلاميه والتطرف والارهاب وهذه الموجه ديال الاسلام السياسي ممكن اننا اما نخصصوا لها حلقه اخرى مستقله، او نقدروا نطرقوا لها في المداخلات، في النقاش من بعد ما نسالي يعني المداخله ديالي. ممكن اذا كانت هناك اسئله حول هذا الموضوع ممكن نطرقوا لها. فشنو رايكم؟ وي نعم نعم الأستاذ طبعا مصطفى. طبعا يا أستاذ حسناوي. فقط حيت باش نهضروا على المراحل التاريخية كاين بزاف ما يتقال، إذا إلا بغيتي أبدا. طيب، لان دائما كنتكلموا في المغرب على الثوابت، وعلى ان المغرب اختار هذا النوع من التدين، واختار المذهب الاشعري، واختار المذهب المالكي وتصوف الجنيد، وان هذا المذهب هو، او هذا الاسلام المغربي هو الاسلام الوسطي، وانه المغاربه يعني عبر تاريخهم كانوا على هذه المذاهب متفقين الى غير ذلك. فنبغيو نعرفوا حقيقه هذا الكلام كامل، وهل فعلا وكيف، يعني كيف اختار المغاربة هذا الأمر، وهل فعلا هو إسلام وسطي معتدل مختلف عن الإسلامات الأخرى إلى غير ذلك. طيب، نبغي نرجع واحد شوية للور قبل الدخول ديال الإسلام. قبل ما يدخل الإسلام بطبيعة الحال، كما أي واحد يعني يقرأ شوية ديال التاريخ يعرف أن المغرب توالت عليه واحد المجموعة ديال الحضارات، بل خرجت من أرضه يعني حضارات، وسكنوا فيه الأوائل البشر كما كنعرفوا إنسان إيغود، ومارسوا واحد المجموعة ديال الأعمال بحال الحياكة والزراعة وصنعوا الفخار، وقاموا بعمليات جراحية ناجحة على الجمجمة والأسنان قبل آلاف السنين. بطبيعة الحال سير المغاربة القدماء قبل دخول الإسلام الشؤون ديالهم، وأداروا القبائل، وعرفوا كيفاش يفصلوا بين النزاعات بقوانين كانوا وضعوها، وكيفاش يخزنوا المحاصيل ديالهم ويحافظوا عليها، كيفاش يقسموا الحصص ديال ماء السقي، كيفاش يخططوا المدن والحصون والقلاع، بل حتى العلاقة ديالهم مع النساء، كيفاش أنهم سمحوا للنساء بأن تكون للنساء أدوار قيادية سواء كانت سياسية ولا عسكرية. تعلموا كيفاش يتسامحوا ويقبلوا معتقدات عديدة بينهم. يعني كان بين المغاربة واحد المجموعة ديال المعتقدات اللي توالت قبل ما يجي الإسلام، كاليهودية والمسيحية وغيرها، وهذا الشيء كما كنقول قبل ما يجي الإسلام بقرون، وتعاقبت عليهم كما قلت أديان ومعتقدات، وقامت أيضا دول في هذه الرقعة الجغرافية، سواء كانت أحيانا كتكون دول مستقلة، وأحيانا كتكون تابعة للإمبراطورية، أحيانا كتكون مجرد ولايات تابعة لإمبراطوريات ودول عظمى.
احيانا كان كيكون يحكمهم حكام امازيغ مستقلين، واحيانا كان يحكمهم حكام امازيغ عباره عن ولاة يعني تابعين لهاد يعني كيحكموا بالولايه بالوكاله عفوا. وهكا كان الحال ديال المغرب، بمعنى هذيك الصوره اللي عندنا ان المغاربه كانوا عايشين في ظلمات الجهل والى اخره وما كيعرفوا والو، وجا الاسلام وانتشل لهم من ذلك. هذه يعني واحد الصوره تسطيحيه تبسيطيه جدا، بل المغاربه كانوا سباقين لكل هذا الشيء هذا اللي ذكرناه. ملي جا الاسلام بطبيعه الحال ماشي كما ايضا في الروايه المعروفه ولا اللي كيتداولوها الناس، يعني استقبلوه بالاحضان وصافي وقابلوا به، بل هناك من قاومه من القبائل المغربية، وهناك من اعتنقه، وهناك من اعتنقه وارتد عنه. وفي جميع هذه الأحوال حتى اللي قبلوا به وأقاموا على أساسه دولا كانوا دائما مستقلين على الشرق، على الدولة، على الخلافة اللي كانت في الشرق، سواء كانت أموية أو كانت عباسية أو كانت عثمانية وغير ذلك. وأقاموا دول مستقلة في المغرب مطبوعة بالطابع المغربي الأمازيغي الإفريقي، كانت أيضا هي بدورها تتوسع شرقا شمالا جنوبا، حتى أصبحت في فترات معينة إمبراطورية تتعامل بندية أيضا مع خلافة الشرق الإسلامية أو إمبراطورية الشرق الإسلامية. ففي هذه الفترات هذه اللي كانت الدولة الإسلامية المستقلة عن الشرق، سواء كانت إدريسية أو مارينية أو وطاسية أو مرابطية أو موحدية، واش كانت دولة عندها مذهب واحد، كانت دولة سنية مستقرة. هاد الدول كلها اللي تعاقبت، هاد الشيء هذا اللي غادي نعرفوه في هاد المداخلة. ولكن قبل ذلك ملي تأسست هاد الدول من البداية، دائما كانت هناك ثورات، اغتيالات، انقلابات داخل الدولة الواحدة، يعني بيناتهم. مثلا فاش كتكون عندنا دولة من شيعة إلى حاكمة مرابطين أو لا موحدين أو لا أدارسة، دائما كتكون مؤامرات داخل هذه الدولة نفسها. وأحيانا كانت كتكون مناوشات ما بين الدولة اللي كاينة في المغرب الإسلامية مع الدول الأخرى اللي كاينة في الشرق. على سبيل المثال، شحال ديال الناس كيعتقدوا أن الدولة الإدريسية هي أول دولة إسلامية. كان قبلها واحد المحاولات أخرى. كانت هناك محاولة ميسرة المطغري المعروف، هو زعيم أمازيغي من قبيلة زناتة، هو تقريبا نقدر نقولوا أول ثائر على الحكم الأموي. هذا الشيء هذا في سنة 122 هجرية في طنجة. مازال الأدارسة ما قامتش الدولة ديالهم. وملي دارت هنا راه دخل الإسلام غادي يدخل في الستينات هجرية، يعني في 62 هجرية، بمعنى تقريبا واحد 60 عام أخرى. مجرد ما دخل الإسلام ب60 عام، قام هذا الزعيم الأمازيغي من قبيلة زناتة ودار ثورة على الأمويين مباشرة بعد 60 عام من دخول الإسلام، واستقل، دار إمارة ديالو مستقلة، وبويع خليفة على المغاربة. ولكن من بعد غادي يثوروا عليه المغاربة وغادي يقتلوه، وغادي يخلفوا في الحكم شخص آخر اسمه خالد بن حميد الزناتي، اللي حتى هو يكمل المسيرة ديال الثورة على الأمويين، بل وحتى على العرب، وطرد مجموعة ديال العرب من المغرب ومن غرب الجزائر. هذه أستاذ مصطفى حسناوي اللي كيسميوه عصر الإمارات المستقلة. تماما، نعم. لأن الجاري يعني اللي كيعرفوه الناس هكا بطريقه سطحيه هو انه دخل الاسلام بطريقه عاديه هادئه سلميه، ومن بعد قامت دوله الادارسه. والحقيقه غير ذلك، ما كانش هذا الامر بهذا الشكل. الاسلام دخل بواحد المقاومه شرسه وعنيفه، وما استتب له الاسلام الامر في المغرب حتى دازت قرون وقرون. بل حتى المغاربه كانوا كيدخلوا من الاسلام وكيخرجوا منه، كيدخلوا ويخرجوا. كانت يعني ثورات وحروب رده الى بغينا نسميوها، وانقلابات. وكانت هذه المرحله اللي هضرتي عليها اللي هي كانت هذه الامارات المستقله. بطبيعه الحال قامت هذه الثورات وتوجت
واحد المجموعة ديال الإمارات المستقلة حافظوا فيها المغاربة على الأعراف والشرائع ديالهم حتى مع اعتناقهم الإسلام. يعني حتى الإمارات اللي كانت تعتنق الإسلام كان عندها إسلام خاص، كان واحد الإسلام خاص خليط بين ديك الأعراف والشرائع اللي كانوا وارثينها الأمازيغ حتى من دياناتهم. بعض الأمازيغ اللي كانوا مثلا يهود دخلوا في الإسلام اللي دخلوا فيه بعض الأمور من طقوسهم. هذا الشيء غادي نشوفوه مثلا ملي غادي نوصلوا للزوايا والطقوس والأضرحة وتقديس المزارات. هذا الأمر هذا كان عند المغاربة قبل ما يدخل الإسلام، وحافظوا عليه وصبغوه بديك الصبغة الإسلامية. هذا الشيء بطبيعة الحال ماشي خاص غير بالمغاربة، هو الإسلام راه إسلامات متعددة في كل قطر من الأقطار غتلقى الإسلام الخاص بديك البلاصة، ما كاينش إسلام واحد. كيجي الإسلام لواحد الشعب من الشعوب كتكون عندهم معتقدات وطقوس وممارسات وتقاليد وعادات وقيم، فكيشدوا ذاك الاسلام وكيحاولوا يأقلموه مع ديك العادات والتقاليد ديال كيدخلوها فيه صح، ماشي كيتخلاو عليها. كلها يعني الشعوب اللي اعتنقت الاسلام غتلقى فيها هذا الامر هذا، والمغرب بطبيعه الحال واحد من هاد الشعوب اللي اسلم ثم حافظ على هذا الشيء هذا كامل اللي كنتكلموا عليه. هذه الامارات المستقله بطبيعه الحال ما كانتش كلها سنيه، كانت بعضها سنيه وكانت بعضها خارجيه، يعني عندها عقيده الخوارج، وكانت بعضها شيعيه، يعني كانت حتى الامارات اللي على المذهب الشيعي، بل كانت هناك امارات تدين بديانات ملفقه، بمعنى خليط من مجموعه ديال المعتقدات والاديان. وكانوا حتى ظهروا حتى بعض المتنبئين اللي ادعوا النبوه في هذيك الفتره، وكانوا كيقدروا يجروا معهم. ممكن اللي سميتو بورغواطه. نعم كاين صالح بن طريف المعروف، فهادو ادعوا النبوه وكانوا وقدروا يجروا معهم قبائل كامله ولا يحكموا. بل كاين فيهم اللي ادعى ان نزل عليه كاع كتاب مثلا من السماء وكان كيحكم به. غادي نلقاو عدد منهم اسسوا كاع ديانات جديده، وقدروا ياسسوا الوحده، يعني بحال هذه الامارات اللي كنتكلموا عليها. منهم صالح بن طريف اللي تزاد في سنه 110 هجريه وادعى النبوه والف كتاب كاع فيه 80 سوره قال انه نزل عليه من السماء. حتى هو ما فيش حد احسن من حد كما كيقولوا المصريين، حتى انا نبي. ونزل عليه كتاب فيه 80 سوره فيه تشريعات وشعائر وعبادات الى اخره، وقدر يحكم من خلال هذا الادعاء ديال النبوه ومن خلال هذا الكتاب السماوي المزعوم. قدر يحكم ويأسس دوله دامت طويلا. انا كنت قريت انها دامت 3 قرون، صراحه ما مشيتش ما حاولتش نتاكد من هذه المعلومه، ولكن المؤكد انها دامت طويلا. فهذا الشيء كله كينسف الفكره ديال انه الاسلام دخل بسلاسه واعتنق الناس الاسلام واستقروا على مذهب واحد واستقرت احوالهم وقامت الدوله الادارسه وصافي الامور مزيانه. يعني عقود ربما حتى قرون ديال الصراعات باش يستتب الامر للدين اللي يحتاج يعني واحد القوه كبيره، وانها تتبناه السلطه السياسيه وتفرضه بالقوه وبالسيف، ويحتاج العقود وقرون باش يبقى الناس يولفوا به وينساو معتقداتهم. وكيتزادوا يعني كيوليو يتزادوا المواليد الجديده، كتزاد في دين جديد، كتحل عينيها كتلقى راسها في هذاك الدين الجديد وصافي وكتدوز الامور بسلام. يذكر مثلا صاحب كتاب الاستقصاء نقلا على ابن خلدون ان غمارة كان ادعى فيهم شي واحد النبوه سميتو حميم بن من الله، وكان ظهر في شي جبل سميتو حميم المشتهر به قريبا من تطوان، وتجمعوا عليه الكثير من الناس من غمارة واقروا قال لك بنبوته وشرع لهم شرائع وعبادات. هادو اللي ادعوا النبوه، وكاينين حتى اللي ادعوا الالوهيه والربوبيه في هذه القبائل من بعد ما دخل الاسلام للمغرب. اما اللي ادعوا المهدويه مثلا اللي كانوا كيقولوا على راسهم انهم هما المهدي المنتظر والى اخره، فيعني حديث ولا حرج كثير بزاف، يعني نقدروا نقولوا بالمئات اللي ادعوا المهدويه. واول واحد كان هو عبيد الله المهدي زعيم الفاطميين اللي اعلن المهدويه ديالو في سجل ماسة سنه 297 هجريه، يعني في اواخر القرن الثالث الهجري. وجاو من بعده خلفاء ديالو اللي كانوا كيامنوا به كانه مهدي، مثل المعز لدين الله الفاطمي والحاكم الفاطمي. بطبيعه الحال هذو كانوا واحد المجموعه ديال السفاكين الدماء المجرمين القتله
مجرمي حرب اللي أزهقوا الأرواح بهذه الادعاءات ديالهم ديال المهدوية. إذا قلنا عرف الإسلام طريقه إلى المغرب عن طريق الغزو والسيف منذ بداية النصف الثاني من القرن الأول الهجري، بعد غزوه على يد عقبة بن نافع سنة 62 هجرية، ومن بعد موسى بن نصير سنة 87 هجرية، ومن بعد طارق بن زياد. هكا تعرفوا المغاربة على الإسلام عن طريق هذه الغزوات. كاينه طريقة أخرى تعرفوا بها على الإسلام، وهي الطريقة ديال الثوار والمعارضين والطوائف والفرق العقدية والمذهبية اللي كان يتم اضطهادها في الشرق. مثلا فاش كانت الخلافة الأموية ولا من بعدها الخلافة العباسية، دائما كانوا كيظهروا إما معارضين لهذيك السلطة في الشام ولا في العراق، ولا إما فرق مذهبية عقدية مثلا خوارج، معتزلة، إلى آخره. فكان كيتم اضطهادهم من الشرق، من خلافة الشرق، كيهربوا إما على شكل مجموعات، إما كيهرب شي زعيم ديالهم. فملي كيجي للمغرب كيتعرفوا المغاربة على هذا الفكر ولا على هذا المعتقد. فعندنا إلا بغينا نقولوا جوج ديال الطرق في البداية كيفاش المغاربة احتكوا بالإسلام، إما عن طريق الغزو والسيف كما ذكرنا والفتوحات وهذا الشيء كامل، وإما عن طريق مجموعات كانت كتهرب وكتجي للمغرب تستوطن بحكم أنه بعيد جغرافيا، يعني أقصى نقطة جغرافية بعيدة على الشرق هي المغرب، ما بقى لهم غير البحر، بقى غير المحيط الأطلسي، فكيستقروا فيه لأنهم بعاد. فالمغاربة كيحتكوا بهم وكيتأثروا بهم، يقدروا يعتنقوا ذاك الدين من بعد مدة من الاحتكاك إلى آخره. فكانوا مثلا على سبيل المثال الخوارج رحبوا بهم المغاربة ملي تهزموا في المشرق وهربوا، جاوا واستقروا في المغرب في واحد المجموعة ديال المراكز المختلفة في المغرب، على سبيل المثال منها طنجة مثلا، وغادي يظهر فيها هاد زعيم الخوارج الصفرية اللي ذكرناه اللي هو ميسال انطل. وغادي يأسس في سجل ماسة إمارة على رأي الصفرية اللي هي واحد الفرقة من الفرق ديال الخوارج. كاين أيضا المعتزلة حتى هما غادي واحد المجموعة منهم غادي يهربوا، غادي يجيو حتى المغرب، وغادي يستقر البعض منهم في قبيلة أوربة اللي آوت المولى إدريس، اللي بالمناسبة حتى هو كان هارب من خلافة الشرق وجا واحتضنوه المغاربة. وكانت واحد الجماعة أخرى أو فرقة أخرى كتسمى الواصلية نسبة إلى واصل بن عطاء، أيضا حتى هما جاوا المغرب، والشيعة بطبيعة الحال. بالإضافة لهذه المذاهب العقدية كانت في المغرب مذاهب قبل ما يستقر المذهب المالكي، كانت هناك مذاهب فقهية أخرى. مثلا مذهب أبو حنيفة بقى مستمر في المغرب حتى العهد ديال المولى إدريس الثاني بعد بناء فاس. وهذا الكلام غادي يذكروا القاضي عياض في الكتاب ديالو المدارك، وغينقلوا عليه الناصري في الاستقصاء. يقول: ظهر مذهب أبي حنيفة بإفريقيا ظهورا كبيرا إلى قرب 400 سنة، يعني تخيلوا 400 سنة هجرية، يعني حتى 400 سنة، يعني نقولوا تقريبا حتى أواخر القرن الرابع ولا بداية القرن الخامس. وهو المذهب الحنفي عند المغاربة، ماشي المذهب المالكي اللي الآن المغاربة كلهم مجمعين عليه تقريبا. ودخل منه شيء إلى ما ورائها من المغرب قديما بمدينة فاس والأندلس. فماشي فقط المذهب الحنفي اللي كان، بل كان مذهب آخر يسمى منسوب للأوزاعي. مذهب الأوزاعي كان موجود في المغرب بسبب العلاقة ديال المغرب مع الأندلس. علاش؟ لأن آنذاك الدولة الأموية كانت كتمذهب بمذهب ديال الأوزاعي، والأندلس كانت يعني جزء من الدولة الأموية، وبحكم لأنه هو كان المذهب ديال أهل الشام، وبحكم القرب والعلاقة يعني القريبة جدا بين المغرب والأندلس، فدخل أيضا المذهب ديال الأوزاعي. فهذا الصدد كيقول القاضي عياض: كان المذهب السائد في القيروان وتونس وما وراءهما من الغرب الإسلامي مذهب الكوفيين، إلى أن جاء علي بن زياد ومعه ابن أشرس، وبعدهم أسد بن الفرات وغيرهم من الحفاظ بمذهب مالك، فأخذ به كثير من الناس وتمذهبوا به. ويقول أيضا: وأما أهل الأندلس فكان رأيها منذ فتحت على رأي الأوزاعي وقرعوس بن العباس
ومن بعدهم فجاءوا بعلمه وأبانوا للناس فضله واقتداء ب أو لا واقتداء الأئمة به. إذن المغرب بالرغم من البعد ديالو على المشرق، بعد المسافة، إلا أنه بقى مرتبط به بشكل أو بآخر، يتأثر بكل ما يصل إليه من أفكار وآراء، سواء بواسطة هاد الهاربين اللي قلنا، ولا المبعوثين والرسل، ولا أيضا كاينة طريقة أخرى اللي هي الحج والرحلات. المغاربة كانوا كيحجوا بطبيعة الحال، فكانوا كيمشيو للشرق وكيجيبوا كل شيء داكشي اللي كيدور تما. والحج سواء الحج او حتى الرحله، ولكن هادشي غيجي من بعد، الرحله لطلب العلم، بمعنى كانوا كيمشيو ناس باش يقراو في المدينه المنوره ومكه، يقراو على الشيوخ اللي كانوا تما، خاصه علم الحديث مثلا في واحد الفتره معينه، وعاود ثاني بداو كيمشيو باش يدرسوا الفقه. فشكون اللي كان من هاد الائمه ديال المذاهب الفقهيه اللي كان في المدينه؟ كان الامام مالك. المذاهب الأخرى ظهرت في مناطق أخرى، في الشام، في العراق، في البصرة وفي الكوفة وهكذا، ولكن الإمام مالك كان في المدينة، ولذلك المغاربة ملي كانوا كيمشيو يحجوا كانوا كيتلاقاو بالتلاميذ ديالو. كنظن يمكن كاين حتى شي مغربي يتلاقى به مباشرة، غادي نوصلوا لهذا الشيء. فلذلك جابوا المغاربة المذهب المالكي. في الطريق ديالهم ايضا كانوا كيمروا في الطريق على تونس، وتونس كانت سباقه الادخال المذهب المالكي، كانت كتسمى انذاك افريقيا، وكانت فيها القيروان، وكان سحنون واحد من العلماء الكبار ديال المالكيه كان انذاك دخل المذهب المالكي. فالمغاربه ملي كانوا كيمشيو كانوا كيدوزوا في طريقهم على تونس، فيعني كاينه واحد المجموعه د العوامل اللي خلاتهم يتاثروا بهذا المذهب المالكي. ولكن قبل كان المذهب المالكي تأسس في بلايص أخرى، مثلا في الأندلس، وتأسس في مصر، وتأسس في تونس، وهاد الأقطار عندها علاقة بطريقة أو بأخرى مع المغرب. الأندلس قريبة جغرافيا، تونس ومصر في الطريق ديال الحج، وأيضا في الطريق ديال طلب العلم. فملي كيمشيو المغاربة سواء يدرسوا، لان ديك الساعه ما عندكش فين غادي تدرس هذا العلم الشرعي اللي هو مثلا الفقه والحديث، الا سافرتي مشيتي للحجاز. فانت كتمشي للحجاز اللي هي دابا السعوديه، كتمشي لتما باش اما تدرس العلم الشرعي او لا تحج. ففي الطريق ديالك غادي تدوز بالضروره على تونس وعلى مصر، وغادي تتاثر بهم، بالاضافه للتاثر ديال الاندلس اللي كان دخل لها المذهب عن طريق الدوله الامويه انذاك. فالمدرسة المالكية في الأندلس كان أسسها زياد بن عبد الرحمن ملقب بشبطون، وكان هذا زياد هو أول من أدخل الموطأ ديال مالك الأندلس. بطبيعة الحال حتى الحكام والسلاطين، بالإضافة لهذه الطرق اللي دخل بها المذهب للمغرب، كان عندهم دور كبير في إدخال هذه المذاهب، خاصة المذهب المالكي، ملي جعلوه مذهب للدولة. غادي نشوفوا حنا كنتكلموا على ان سواء المذهب الاشعري ولا المذهب المالكي في البدايه كيكونوا غير يعني معتنقينهم غير افراد معدودين. المرحله الاولى دائما في دخول المذهب كيعتنقوه ناس، خاصه مثلا فقهاء كبار عندهم تاثير، كيديروا دروس الى اخره، فكيعتنقوا هذا المذهب وكينتشر بواحد الشويه بطريقه يعني محدوده. فكيجي الحاكم وكيتبناه كمذهب رسمي، من بعد ما كيكون في الاول متبنيينه افراد هنا وهناك. اذا قلنا من بين الاسباب اللي خلات المذهب يدخل هو العامل الجغرافي، وايضا الرحلات ديال المغاربه الحجاز، سواء من اجل الحج ولا من اجل طلب العلم. بطبيعة الحال كانوا كيدوزوا الرحله ديالهم كانت كتكون للحجاز، وهو المنتهى ديال السفر ديالهم. الا كانوا ماشيين للحج ما كيزيدوش مثلا للعراق باش يتاثروا بالمذاهب اللي كاينه في العراق ولا البصره، فكيوقفوا عند الحجاز. المدارس المالكيه
ما غادي تبدا تتكون حتى غادي يموت الامام مالك. الامام مالك ملي غادي يموت غيكونوا كاع التلاميذ ديالو اللي قراو عنده اللي جاو من كل بلاصه غينتشروا يرجعوا لبلاداتهم، وغادي تاسس 4 ديال المدارس، كاين اللي كيقول 5 كلها مالكيه. كاينه المدرسه العراقيه، وكاينه المدرسه المصريه، وكاينه مدرسه القيروان اللي تزعمها سحنون كما قلنا، وكاينه مدرسه قرطبه اللي ترأسها يحيى بن يحيى. وهاد المدرستين بجوج، سواء ديال قرطبه اللي في الاندلس ولا ديال القيروان، هي اللي غادي تحول ولا تاثر ولا غيكون عندها واحد الشكل بشكل مباشر باش تاسس لنا مدرسه اخرى اللي هي مدرسه فاس. بمعنى المغاربه ماشي غير فقط تاثروا بالمذهب المالكي، بل ولات عندهم مدرسه خاصه فيه، مدرسه خاصه الا بغيتي تقول المدارس المالكيه في العالم الاسلامي هي المدرسه المصريه والقيروان والمدرسه الفاسيه. يعني ولات دخلت حتى هي بقوه، وغادي يوليو المغاربه فقهاء في المذهب المالكي وكيصدروه وكيكتبوا فيه وكيحاضروا فيه الى غير ذلك. هادشي كله اللي كنتكلموا فيه واحد المجموعه ديال الثغرات التاريخيه. يعني من الصعب تحديد بالضبط امتى وقعت شي حاجه، امتى بالضبط دخل هذا المذهب الفقهي او المذهب العقدي. كل شيء هذا فيه واحد شويه ديال الغموض. الصوت ديالي باقي مسموع؟ التفاعل كنسمعك، غير اسمح لي لقطعتك، غير في اطار التفاعل على هذه النقطه، ان المذهب المالكي باش دخل المغرب كنظن ملي رفعوا كان مشروع ديال ابو زيد القيرواني كما قلتي من المدرسه التونسيه ومن مع ابي عمران الفاسي، واللي كانوا جايين ورافعين شعار اعاده اسلمه المغرب، لان المغرب كما قلتي قبيله كان فيه مذاهب كلها الخوارج والشيعه والبرغواطه وكلشي هاد المذاهب اللي عدة مذاهب، وكان إعادة أسلمة المغرب. وهنا تبنوا المذهب المالكي وجاو باش ينشروه. وكان أول لقاء كيقلبوا على شي فقيه اللي غادي يكون من هاد القبائل الأمازيغية اللي غادي يستطيع أنه يقنعهم بهذا المذهب المالكي. وكان أبي عمران الفاسي وأبو زيد القيرواني مشاو عند أبو زلو اللمطي اللي عرفتيه، وهو متصوف وعنده نعم، وهو اللي أشار عليهم التلميذ ديالو اللي هو عبد الله بن ياسين، واللي حتى هو كان كيدرس الفقه المالكي، واللي تم في تلك الحالة بنشر المذهب المالكي. وقاموا بتأسيس ما يسمى بالربوطات، اللي حيت الرباط هو اللي تكون عاد تكونت الزاوية، يعني دوك الربوطات اللي كانت فيها تلقين المغاربة الإسلام بلغته، وبدا بحفظ القرآن بطريقة الحفظ اللي كنشوفوها الآن وغيرها من الأشياء. فقط كإضافة فقط أستاذ حسناوي وأكمل. نعم، ما يمكنش الجزم نهائيا بشي روايه من هذه الروايات، سواء هذا المثال اللي ذكرتيه ولا غيره، لان كاين يعني تضارب في الروايات التاريخيه. امتى دخل تحديدا المذهب المالكي للمغرب وشكون بالضبط اللي تكلف به؟ بطبيعه الحال هذا الشيء وقع في العهد ديال الادارسه، وكاين اللي كيقول في عهد ادريس الاول، وكاين اللي كيقول في عهد ادريس الثاني، وكل راي من هذه الاراء كيحاول يدافع على الطرح ديالو بواحد. لكن الأستاذ حسناوي إدريس الأول كان من الشيعة الزيدية، واللي كان كتميل للسنة شوية، ولكن كان من الشيعة الزيدية، ما كانش من المذهب المالكي. لا، هذا الأمر غير محسوم، كاين اللي كيقول أنه كان مالكيا، هذا الأمر غير محسوم. الدراسات التاريخية كتقول. لا هذا الكلام نعم، لا هذا الكلام غير مثلا الدكتور عبد الهادي التازي كيقول بأن إدريس الأول هو اللي دخل المذهب المالكي، وكاين بعض الباحثين اللي كيقولوا أن إدريس الأول كان مالكيا. ما كيهمناش حنا دخل في إدريس الأول ولا دخل في عهد إدريس الثاني، كنحاولوا غير نذكروا الآراء كلها. يعني كل واحد يقدر ينتصر لشي رأي اللي بان له هو راجح بحسب الأقوال، ما كيهمش. يعني هذا ماشي شي موضوع كبير. فاللي كيقولوا أنه دخل في عهد إدريس الأول
يعني هذا غيكون دخل تقريبا في اواخر القرن الثاني الهجري. هنايا تقريبا غنبقى في هذه المداخله ديالي كامله غادي نبقى نأرخ بالتاريخ الهجري ماشي بالميلادي. علاش؟ باش اختاريت انني نتكلم بالتاريخ الهجري باش المستمع المتلقي يكون عنده تصور على شحال ديال الفرق بين ظهور الاسلام وبين الحدث اللي كنتكلموا عليه. لان ملي كتقول الميلادي غادي يدوخ الا قلت لك انا مثلا القرن 18، ولكن القرن الثاني هجري بمعنى راه يلاه دازت 2 القرون على الاسلام. القرن الخامس الهجري غادي تعرف بلي راه دازت 5 القرون على الاسلام، وهكذا. ففي اواخر القرن الثاني، يعني اللي كيقولوا ان المذهب المالكي دخل المغرب كيتكلموا على اواخر القرن الثاني، واللي كيقولوا ادريس الثاني غادي نكونوا كنتكلموا على القرن الرابع. اللي خلى، ولكن بالرغم من كل هذا الغبش في هذه الروايات وهذا التضارب، كاين واحد 2 ديال النقط علاش الأدارسة غادي يبغيو يدخلوا المذهب المالكي. وحنا عارفين كما قرينا في البداية مقاطع ديال القاضي عياض وغيره أنه كانت مذاهب أخرى في المغرب. أولا لأن الإمام مالك كيروي في الموطأ ديالو على عبد الله الكامل اللي هو الأب ديال المولى إدريس. فإذا ملي جا المولى إدريس للمغرب بالنسبة ليه الإمام مالك كيروي على باه، كيروي الحديث على باه، فهذاك الكتاب هو أقرب ليه. وثاني حاجة هو أن الإمام مالك كان عنده موقف من العباسيين لصالح الأخ ديال المولى إدريس اللي معروف اللي مسمي بالنفس الزكية. فهذه النفس الزكية كان واحد من الثوار على الحكم العباسي، والإمام مالك كان يسانده. فهذه 2 ديال العوامل اللي غادي تخلي الأدارسة، احنا ما شغلناش شكون اللي دخلوا فيهم، واش إدريس الأول ولا إدريس الثاني، نتكلموا احنا بشكل عام على الأدارسة اللي خلاهم يدخلوا هذا المذهب المالكي. هو أن المسألة فيها يعني نوع من التعاطف ونوع من المصلحة السياسية ونوع من رد الجميل. أغلب المؤرخين بطبيعة الحال واخا كاين هذا الخلاف، أغلب المؤرخين كيقولوا يعني الرأي الراجح الغالب كيقولوا أن المذهب المالكي دخل في عهد إدريس الثاني كما قلت في البداية، إما في أواسط القرن الثاني الهجري أو لا في أواسط القرن الرابع الهجري بطبيعة الحال. على سبيل المثال كاين واحد الكلام ديال الكتاني كيقول: وبدخول الموطأ إلى المغرب تحول المغاربة من المذهب الحنفي إلى المذهب المالكي، إذ لم يكد القرن الرابع يطل حتى كان المذهب المالكي قد بدأ ينتشر في المغرب الأقصى وتتجدر أصوله وفروعه في سائر مرافق الحياة. إذن سواء كان اللي دخلوه هو إدريس الأول ولا إدريس الثاني، بطبيعة الحال غادي يحتاج لواحد شوية ديال الوقت، لأن ماشي مجرد ما دخلتي أنت مذهب المغرب غدا الصباح غادي يصبحوا المغاربة كلهم مالكيين. غتحتاج لواحد العمل طويل دؤوب باش تنشر هذا المذهب يعني عن طريق التعليم، عن طريق المساجد إلى غير ذلك، فغيحتاج واحد الفترة. لذلك هذا الثاني يقول أنه حتى القرن الرابع عاد غادي ينتشر بواحد الشكل كبير في القرن الثاني، في النصف الثاني عفوا من القرن الرابع. كيقول الفاضل بن عاشور: لقد ساق الهدي الإلهي لجامع القرويين فقيها عمره، فتأسس به المركز التوجيهي الجديد، ونبت به فرع جديد لم يكن له سابق من فروع المذهب المالكي، وهو فرع المغرب الأقصى الذي لم يتكون إلا في أوائل القرن الرابع بهذا الفقيه، وهو دراس بن إسماعيل. إذن كاين عندنا أيضا العلماء اللي بداو كيجيو بالإضافة لهذه الحركة كلها اللي تكلمنا عليها، بداو كيجيو كيوفدوا العلماء الفقهاء المالكية اللي كيهاجروا، جاو سواء من الأندلس، وكاين اللي جاو من تونس، وجاو واستقروا في المغرب
وساهموا في نشر المذهب بقوة وإثراء المشهد الفقهي في المغرب. بطبيعة الحال كان عندهم واحد الدور كبير في ترسيخ المذهب المالكي في المغرب. وحتى هذا المولى إدريس ولا عموما الأدارسة تعاملوا بواحد النوع ديال يعني عطاو لهاد الفقهاء اللي دخلوا واحد النوع ديال الامتيازات ووظفوهم وجعلوهم وزراء كاع. مثلا تخيل يعني انسان فقيه غادي يجي للدوله جاي غير راحل غير مهاجر حتى كيلقى راسو وزير في المغرب. اذا هكا غادي نكونوا يعني عطينا صوره كامله على كيفاش بدا المذهب المالكي، كيفاش كان الوضع قبل ما يستقر المذهب المالكي في المغرب، كيفاش كانت المذاهب اخرى، وكيفاش ساهموا الأدارسة في إدخال المذهب المالكي وتوطينه، وشنو هي الأسباب اللي خلاتهم يختاروا المذهب المالكي دون غيره، وكيفاش ساهموا سواء بالقرار السياسي أو بتقريب الفقهاء اللي جاوا من القيروان ومن الأندلس، كيفاش أنهم مكنوهم من المناصب السياسية الحساسة والكبيرة في المغرب باش يوطدوا هذا المذهب اللي يعني غادي الزمن كان كفيل بأنه يخليه ينتشر وحماية أيضا السلطة. ننتقلوا للمذهب الأشعري اللي غيجي من بعد، واخا هو في حق مذهب عقدي. المفروض أن المذهب العقدي يكون سابق على المذهب الفقهي، لأنك أنت كتعتقد واحد العقيدة ومن بعد عاد كتبقى تشوف الفروع ديالها، ولكن المذهب الأشعري دخل في وقت متأخر إلى حد ما على المذهب المالكي. يعني في الوقت اللي انتشر فيه المذهب المالكي، انتشر واستتب له الأمر، بدا كيدخل المذهب الأشعري. ولكن المغاربة عرفوا المذهب، تعرفوا على هذا المذهب مباشرة في الوقت في الزمن اللي عاش فيه الإمام ديالو اللي هو الأشعري، أبو موسى الأشعري. كان هذا الأمر هذا على يد الفقيه أبي ميمونة دراس بن إسماعيل الفاسي، اللي مشى رحل للشرق والتقى بالأئمة ديال الأشعرية وأخذ عنهم، ثم رجع للقيروان ودوز فيها واحد المدة في تونس، ورجع لفاس وبدا كينشر بها المذهب الأشعري. كاين أيضا بالإضافة لهذا الفقيه كان بن أبي زيد القيرواني، اللي حتى هو مشى للشرق باش يدرس وباش يقرأ، وغادي يتلاقى بالأئمة ديال الأشاعرة ويتأثر بهم، وغادي يرجع للمغرب يبدا ينشر في المذهب. وكانت أيضا بعض الكتب اللي دخلت للمغرب، مثلا رسالة فيما التمسه فقهاء أهل الثغر من شرح أصول مذاهب المتعبدين للكتاب والسنة، وكتاب الرسالة في عقود أهل السنة. كاين أيضا أبو عمران الفاسي اللي ذكرت مريم قبيلة، هذا توفى سنة 430 هجرية، وأخذ مباشرة عن الباقلاني اللي هو واحد من الرؤوس ديال المذهب الأشعري. كاين أيضا أبو ذر الهروي، كان عنده دور كبير في نشر الأشعرية في المغرب. الباقلاني اللي تكلمت عليه اللي تأثر به أبو عمران الفاسي، كان عنده يعني كان هو حامل لواء الأشعرية، وكان عنده واحد الدور كبير جدا في نشر المذهب الأشعري في المغرب. علاش؟ لأنه بالإضافة أنه كان أشعري فقد كان مالكيا، كان على مذهب الإمام مالك في الفقه. وماشي غير الباقلاني، كانوا واحد المجموعة ديال الفقهاء في المذهب المالكي كانوا أشاعرة عقديا. فالمغاربة ملي كانوا كيمشيو يدرسوا الفقه المالكي على العلماء ديالو، كانوا كيتأثروا حتى بالعقيدة ديالهم الأشعرية، بمعنى ماشي كياخذوا منهم غير الفقه المالكي، كياخذوا منهم حتى عقيدتهم الأشعرية. هكذا غنفهموا علاش الدخول ديال المذهب المالكي سبق المذهب الأشعري. بمعنى دخل المذهب المالكي كفقه، وملي بقاو الناس يتعرفوا عليه ويكتشفوه وكيبغيو يمشيو يدرسوه في الشرق، كيمشيو يدرسوه وكيلقاو هذوك المعلمين ديالهم والشيوخ والاساتذه ديالهم عندهم عقيده اشعريه، فكياخذوا حتى العقيده وكيجيو للمغرب ينشروها. من العلماء الفقهاء اللي خداو على الباقلاني كاين ابو عمران الفاسي،
كان مشى لبغداد وتلقى أصول المذهب على الباقلاني. بالإضافة لهاد الناس اللي كانوا كيمشيو من المغرب يدرسوا المذهب الأشعري، هاد الباقلاني اللي دائما كنكرروا ونعاودوا وكان عنده دور كبير، كان كيصيفط، هو صيفط للمغرب بعض التلاميذ ديالو. من ابرز التلاميذ اللي صيفطهم للمغرب باش ينشروا المذهب الاشعري كاين واحد سميتو ابو طاهر البغدادي، وكاين واحد اخر سميتو الحسين بن عبد الله بن حاتم الاذري. كان دخل القيروان وبقى فيها. كيقول فيه القاضي عياض: كان من كبار الأشاعرة النازحين إلى المغرب أبو عبد الله الأذري تلميذ القاضي الباقلاني، وكانت عنده كتب بطبيعة الحال ومؤلفات كثيرة. أيضا كاين واحد من أئمة الأشاعرة كبير معروف مشهور، هو الجويني، أبو المعالي الجويني، اللي حتى هو كان عنده واحد التأثير كبير جدا في نشر الفكر الأشعري في المغرب. لاحظوا هنا حنا مازالين كنتكلموا، مازال ما تمش اعتماد المذهب الأشعري كمذهب رسمي للدولة، مازال ما وصلناش. هذا التأثير كله وهاد الفقهاء كلهم اللي ذكرنا وهاد الكتب كلهم، هذه كلها محاولات فردية في عهد المرابطين. لأن إمتى غادي تبنى الدولة المذهب الأشعري كمذهب رسمي؟ في عهد الموحدين مباشرة بعد سقوط المرابطين غادي تبنى الدولة الموحدية المذهب الأشعري مذهبا رسميا للدولة، ما كاينش معاه شي مذهب آخر. ولكن في عهد المرابطين، يعني المرابطين أولا سمحوا به، غضوا الطرف عليه، يعني ما تسوقوش ليه، بل كانوا الفقهاء ديال الدولة المرابطية كيدافعوا على المذهب الأشعري. فهذا الشيء دابا كامل اللي كنذكر لكم، يعني تقريبا وقتاش غادي تبان يمكن الدولة الموحدية حتى لشي 520 هجرية، 525 530، المهم ما بين 520 و 530. ولكن هذا الشيء اللي كنذكر لكم كلهم في 400 هجرية، 400 وكذا. عندنا المغاربة ما بقاوش فقط كيمشيو يقراو في الشرق على هاد الفقهاء، مثلا الجويني ولا الباقلاني، ولا مثلا هاد العلماء ديال الشرق هما كيصيفطوا تلاميذ ديالهم يدرسوا وينشروا المذهب الأشعري، بل المغاربة تكونوا ولاو كيكتبوا كتب في العقيدة الأشعرية وفي المذهب الأشعري، ويديروا دروس ويديروا حلقات وينشروها. من أمثال هؤلاء اللي ولاو صافي يعني ولاو قادين براسهم، عندنا يحيى بن عبد الله اللي توفى سنة 436، وعندنا أحمد بن يحيى بن عيسى البيري، وأبو بكر المرادي، ومحمد بن سليمان الباجي، وأحمد بن سابق الصقلي. هادو بطبيعة الحال أنا كنقول المغرب أحيانا كنقصد به المغرب الرقعة الجغرافية، المغرب الدولة الحديثة، وأحيانا المغرب اللي كان كيتسمى المغرب الأقصى كله، يعني بما فيه حتى أجزاء من الأندلس. كان عندنا أبو عبد الله محمد بن عمر بن عمر الزبيدي، كان قال عليه القاضي عياض كان له حظ من العلم بالأصول والاعتقاد. عندنا أبو علي الحسن بن عبد الأعلى، وعندنا أبو محمد عبد الغالب، يعني واحد المجموعة ديال الأسماء الكثيرة. كاين واحد النص أشعري، نص عقدي أشعري ظهر يعني في زمن متقدم شوية قبل ما تبنى الدولة المذهب الأشعري كمذهب رسمي، في زمن المرابطين. واحد النص معروف بأنه عقيدة أبو بكر المرادي الحضرمي في سنة 489 هجرية. طبعا الحال عندنا أسماء أخرى مشهورة، لا زالت مشهورة إلى حد الساعة، وعندها يعني وزن ثقيل جدا: أبو الوليد الباجي، والمازري، وابن العربي المعروف ابن العربي المعافري. في العهد ديال المرابطين غادي يسول، لان غتنوض شويه ديال البلبله، هاد الاشاعره شكون هما، كيفاش قصتهم، راهم ماشي مسلمين، ربما عندهم انحرافات، مبتدعه، كذا كذا. غينوض يوسف بن تشافين وغادي يسول ابن رشد
يقول له شنو بان لك في هاد الاشاعره؟ راه الناس كيقولوا عليهم ما مزيانينش، كيقولوا عليهم ماشي الاسلام ديالهم ماشي هو هذاك، منحرفين كذا كذا، فشنو كتقول؟ طلب فتوى. مازال هنايا المذهب الاشعري ماشي رسمي في البلاد، ومع ذلك الحاكم السلطان ديال الدوله المرابطيه يوسف بن تاشفين مهتم بهذا المذهب وباغي يعرف شنو كاين. فشنو غادي يجاوبوا ابن رشد؟ قال له لا يعتقد انهم على ضلاله وجهاله، يعني الاشاعره، لان ابن تاشفين قال له واش بصح هاد الناس على ضلاله وجهاله هاد الاشاعره؟ فجاوب ابن رشد قال له لا يعتقد انهم على ضلاله وجهاله الا غبي جاهل او مبتدع زائغ عن الحق مائل، ولا يسبهم وينسب إليهم خلاف ما هم عليه إلا فاسق، فيجب أن يبصر الجاهل منهم ويؤدب الفاسق، ويستتاب المبتدع الزائغ عن الحق إذا كان مستسهلا ببدعة، فإن تاب وإلا ضرب أبدا حتى يتوب، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بصبيغ المتهم في اعتقاده. خلاصة الكلام قال له هاد الناس الأشاعرة مزيانين، هما اللي عند الحق، أي واحد كيقول عليهم أنهم ما مزيانينش راه هو اللي ما مزيانش، خصنا نوريوه ونقولوا له شنو شنو، وإلا بقى مصر نسلخوه، نشدوه نسلخوه. فطبعا الحال هذا قضية عياد أشعري. باش نعرفوا بلا قضية الاستتابة وإلا كذا ونضربوه ونفرضوا عليه وكذا راه ماشي خاصة بشي مذهب متطرف، ولا راه كاع المذاهب فيها هذا الشيء هذا. هو ده مذهب أشعري، لمجرد أنك تقول أن الأشاعرة ما مزيانينش غادي يشدوك يسلخوك، غير تقولها غير بفمك. من بعد غادي تجي الدولة الموحدية وغادي ترسم المذهب الأشعري كمذهب رسمي للدولة، وغادي نبقاو حتى إلى يومنا هذا على هذا المذهب. الفضل في هذا الشيء هذا كيرجع لمحمد بن عبد الله بن تومرت سنة 524، اللي ألف هو براسو، كان ألف كتاب تكلم فيه على العقيدة ديالو الأشعرية، وبطبيعة الحال كانوا يعني يهتموا بها الشراح والفقهاء، ولات يعني عندها واحد الأهمية كبيرة. في العهد الموحدي غادي يبداو واحد الموجة أخرى ديال الفقهاء والعلماء ديال الإسلام، غادي يبداو ينشروا المذهب الأشعري. أنا ديك الساعة راه رسمي، ولكن غادي يزيدوا هما يعني في ترسيخه. مثلا الأستاذ حسناوي آسفة على المقاطعة، فقط في إطار الدولة الموحدية أن هذاك المهدي بن طمرت كان قارئ اللحظة، رجل جمع واحد المشروع سياسي، يعني التقط من جميع المذاهب وخدا ما يناسبه، يعني خدا الإمامة المهدية من الشيعة، وأيضا استعمل التصوف اللي كانت ثورة المريدين في الأندلس اللي كانت، وكان إحراق كتاب إحياء علوم الدين للغزالي من طرف علي بن يوسف بإشارة من القاضي حمدين قاضي فقهاء المالكية في الأندلس، واللي خدا هاد الثورة وخدا هاد الصراع اللي كان على هذا سميتو، كان كاع قال بأنه في رحلته للمشرق أنه التقى بالغزالي، والغزالي قال أنه دعا على المرابطين بالخراب، يعني التقت مشروع وهو كون من خلال الأزمات اللي كانوا ديك الساعات. كان رجل يعني داهية سياسي لا بغينا نقولوا، خدا من كل فن طرف وخدا ما يناسب هذا المشروع باش يبلورو، وأنه يكون هذاك المشروع الديني ديالو جديد. فقط كإشارة فقط أستاذ مصطفى حسناوي، وشكرا لك. نعم مرحبا. غير واحد الإضافة أنه ما خداش المهدوية من الشيعة، لأن المهدوية كاينة عند السنة، النصوص اللي كتكلم على المهدي المنتظر كاينه عند السنه ايضا، ولكن بغيت نقول الامامه لا، ولكن فرق، لان المهدي اللي كيامنوا به الشيعه ما عنده علاقه بالمهدي اللي كيامنوا به السنه. المهدي اللي كيامنوا به الشيعه هو واحد الشخص، هو الامام الثاني عشر، غادي يخرج من السرداب، من واحد الغار كاين في سامراء، دخل له ملي كان صغير وما خرجش، وهما باقيين كيستناوه لحد الساعه. فما يمكنش يجي واحد سني يقول لنا هو ذاك المهدي اللي في الغار وفي سامراء وكذا. طبعا الحال كاين المهم تقاطعات ما بين هذا المهدي وهذا المهدي، ولكن المهدي اللي ادعاه بن تومرت كان هو المهدي السني. بالمناسبه المهدي، هذه الحركه ديال المهدي بن تومرت راه كتشبه الحركات الاسلاميه المعاصره الان.
لان شحال من واحد كيحسب له راه التطرف ظهر غير مع الاسلام السياسي ومع كذا، راه كلهم الحركات اللي كانوا عبر التاريخ كانت تشبه الحركات المعاصره الان، سواء كانت سلفيه ولا كانت اسلام سياسي. كانت عندنا دوله سميتها الدوله المرابطيه. ناض هذا المهدي بن تومارت غادي يجمع الناس عليه، المريدين والاتباع وكذا، وغادي يقول لهم غادي نبداو نامروا بالمعروف وننهوا عن المنكر، لان هذه الدوله خرجت على الشرع، ما كتطبق الشرع، ما مزياناش، فيها الضلال، فيها كذا فيها كذا. وغادي يتقوى وغادي يزعم، غادي يطمع انه راه صافي يوصل لواحد المرحله ديال انه يقدر يوصل للسلطه. فبدا كيدخل في حروب مع السلطه. كانت غير حركه، يعني غير حركه اسلاميه بكل ما تحمل الكلمه من معنى، زعيم ادعى انه هو المهدي كما كيديروا بزاف ديال الجماعات الاسلاميه المعاصره. وساهمت ظروف عديده في انه ينجح ويوصل للسلطه. اذا نعم، هذا هو استعمل حتى التصوف، لأن في الصوفية كيقول أنا سلطان الوقت والزمان، لا سلطان بعدي. يعني حتى هذا المفهوم هو وظفه من حيث المشروع ديالو. نعم، صحيح صحيح. طبعا الحال ايضا بالاضافه للدوله الموحديه اللي كان عندها دور كبير في ترسيم وترسيخ المذهب الاشعري، ايضا جامع القرويين كان عنده دور كبير في دعم العقيده الاشعريه. كان كيدرس، كان كيحتضن الفقهاء والطلبه الى اخره. كانت حتى القيروان، ماشي غير القرويين، حتى القيروان في تونس كان عندها دور كبير ايضا في هذا الاشعاع ديال المذهب الاشعري اللي غادي يبقى الى يومنا هذا. طيب، بعد المذهب المالكي في الفقه والمذهب الاشعري في العقيده غيجي التصوف. التصوف هو واحد الحركه ظهرت في العالم الاسلامي، نقدروا نقولوا حركه روحيه الى حد ما. بدات في القرن الثالث الهجري في العالم الاسلامي كله، بدات في القرن الثالث الهجري كنزعات فرديه، بمعنى كانت مازال ما ولاتش جماعات وجماعات صوفيه، طرق، زوايا، كانت نزعات فرديه تدعو فقط الى الزهد والى العبادات. ومن بعد غادي تبدا تتطور كما تتطور كل الافكار والمعتقدات، تطورت ورجعت طرق صوفيه. ولكن في المغرب غيكون ايضا الامر متاخر الى حد ما. في التسلسل اللي بديت به انا المداخله ديالي، كان المذهب الفقهي اللي هو المذهب المالكي هو اول ما اعتمده المغرب، ثم بعده المذهب الاشعري في العقيده، ومن بعده عاد غادي تبدا تظهر الزوايا في القرن حتى من بعد القرن الخامس الهجري، في عهد الموحدين بطبيعه الحال، ولكن تحديدا في عهد يعقوب المنصور الموحدي. كيقولوا بانه هو اول واحد بنى زاويه في مدينه مراكش، ومن بعده بداو الملوك والسلاطين كيعتنيوا بهذه القضيه، كيبنيو الزوايا اللي كانت عندها ادوار. في الاول كانت مثلا زاويه دار الضيافه كانوا بناوها المارينيين، وكاينه الزاويه العظمى اللي اسسها ابو عنان فارس في مدينه فاس، وكانت كتسمى في واحد الفتره من فترات المغرب دار الكرامه. فدار الضيافه دار الكرامه، فكانت بحال شي دور ديال ايواء الناس المحتاجين وكذا، يعني عندها ادوار اجتماعيه انسانيه. هذه الممارسات غادي تبدا مع الوقت غادي تبدا تتطور ايضا وتتشدد. سميتها استاذ حسناوي في الاخر سماوها الزوايا السلطانيه، اللي غادي تبرز مع المارينيين، حيت المارينيين ما كانش عندهم الشرعيه الدينيه، ما كانوش جابوا مذهب جديد. نعم. هو محدث في العصر الوسيط، وكانوا استعملوا النسب الشريف والزوايا السلطانيه باش يغطيو على هذا النقص في الشرعيه الدينيه. تماما. خلال القرن السادس الهجري بدا التصوف كيحيد ديك العباءة الفردية وكيلبس العباءة جماعية في واحد الإطار منظم، مؤطر، مؤدلج، ممنهج إلى آخره. خلال القرنين السابع والثامن الهجريين غادي تستطع الطريقة الشاذلية
المغربية أنها تحقق واحد الانتشار غير مسبوق، بحيث أن المتصوفة ماشي فقط غير في المغرب بل حتى في أقطار أخرى كانوا كيجتهدوا وكيتمناو أنهم ينتسبوا لهذه الطريقة، يعني القوة والسطوة والانتشار والسمعة اللي وصلت لها في القرن السابع قلنا والثامن، حتى اشتهرت واحد المقولة أن الطريقة الشاذلية نسخت سائر الطرق كما نسخت الملة المحمدية اللي هي الإسلام سائر الملل. يعني اشتهرت بأن الإسلام جاء ونسخ الديانات الأخرى اللي قبل منه ما بقاتش صالحة، اليهودية والمسيحية، فكذلك الطريقة الشاذلية جات ونسخت الطرق الأخرى. كما قلت في المقدمة ديال الكلام أن المغرب كنعرف فقط باش نتفاعل معك أستاذ مصطفى، ماشي مشكل نتفاعلوا معك باش يكون نقاش جميل. أنه في الشاذلية هي جات بطريقة جديدة اللي هي التنقل، عطات فرص التنقل في الحين أن كانت الطرق الأخرى كانت فيها التزهد والتقشف ولبس البرقعة والسبحة، وهذا جات هي وقالت بأنه عيش لدنياك زعما كأنك ستموت غدا، وهذا المثل يعني جات جا الشاذلي بهذا وكيقول أنا ألبس أرفع الثياب وأركب الجياد، وهذا هنا جاب مفهوم آخر في التصوف اللي غادي يبرز كثر مع الجازولي اللي غادي ياخذو كمحدد أساسي باش يتأسس مشروع السعديين. اوكي غادي نوصلوا للسعديين ما تخافيش. غير فقط تفاعل فقط. كما قلت في البدايه ديال الكلام ان المغرب كان كيعرف الظاهره ديال المزارات المقدسه قبل كاع الغزو العربي الاسلامي، وان الامازيغ يعني كانت عندهم مزارات عديده، فيها اللي هو وثني، فيها اللي هو يهودي، فيها اللي هو مسيحي الى غيرها، وبقات مستمر يعني هذه الظاهره ديال المزارات مستمره الى يومنا هذا. ولكن يعني بقى التعامل نفس التعامل مع هذوك المدفونين في هذيك المزارات تقريبا بنفس الطقوس، بنفس الطقوس حتى ملي جا الاسلام، فبقات هذيك الطقوس محافظين عليها المغاربه. الشيء اللي ساهم في واحد النوع ديال التسامح، هذا التسامح ساهمت فيه هذه الاضرحه وهذه الزوايا وهذا، لدرجه انك كتلقاه في التاريخ مثلا ان شي مزار من المزارات كيزوروه المسلمين واليهود بجوج بهم، كلهم كيعتقدوا بلي هذاك راه ولي ديالهم. فكان هذا النوع ديال التسامح يعني ساهمت فيه الزوايا والطرق الصوفيه الى حد كبير. يعني كان واحد من الادوار المهمه اللي لعبتها الزوايا هو انه اشاعت هذا الموضوع ديال التسامح، بحيث ان المسيحي الى جانب اليهودي الى جانب المسلم كيزوروا هذيك المزارات ما عندهمش اشكال. الى جانب هذا الدور هذا ديال التسامح لعبت الزوايا والطرق الصوفيه ادوار كثيره معروفه، يعني لا داعي لذكرها، دينيا وتعليميا واجتماعيا، ولكن كان الدور السياسي ايضا كان حاسم في مراحل عديده في تاريخ المغرب. ايضا حتى الدور ديال المقاومه، على سبيل المثال ملي احتلوا الايبيريون السواحل ديال المغرب في القرن 15 المتصوفه هما اللي تحملوا على العاتق ديالهم عبء التعبئه لتحرير الثغور. ومن ضعفات الدوله المرينيه والوطاسيه كان المتصوفه هما اللي جابوا السعديين الى الحكم، هذا الشيء في القرن العاشر الهجري. وملي ضعافوا السعديين ايضا وتقريبا بحال حصل واحد الفراغ سياسي سقطت الدوله السعديه، شكون اللي غادي يملا هذاك الفراغ السياسي؟ هي الزاويه الدلائيه اللي استولت على السلطه. يعني هنا الزاويه والطريقه الصوفيه ما بقاتش فقط كتلعب ديك الادوار الاجتماعيه والتعليميه ولا حتى السياسيه بنوع من التحالف، بل وصلت طمعات في السلطه. وهذا الشيء كان في القرن 11 هجري 17 ميلادي في العهد العلوي ملي جات العائله. فقط رجعوا للسعديين باش نديروا واحد سميتو، لان قبل السعديين كانوا وطاسيين، والوطاسيين حتى هما استعملوا هذا التصوف بواحد الطريقه، لان مثلا باش ياخذوا الشرعيه مشاو نبشوا مع
أبي زكريا الوطاسي باش الضريح ديال إدريس الأول، وقال لهم أنه ما زال مبتسما وجنتيه زعما حمراوتين، في أسطورة يعني دارها أو أسسها باش يأسس المشروع ديال الوطاسيين اللي باش يستولي على الحكم. وهذا الشيء غادي يتطور، هذا التصوف غادي يتطور من بعد، مع ان ادريس الاول عمره ما كان متصوف، هو كان زعيم سياسي ولم يكن متصوف. اذا غادي يستعملوا من بعد، غادي يجي الجازولي الامام الجازولي صاحب دلائل الخيرات، اللي هو غادي يتبنى مشروع الجهاد، واللي غادي يخرج التصوف، حيت التصوف فيه الجهاد الافتراضي والجهاد الفعلي. ذاك الجهاد الافتراضي اللي كان مجاهدة النفس الأمارة بالسوء والزهد والتحلية والتخلية وقاعدة الإحسان وغيره، غادي يخرجهم الآن للجهاد الفعلي، لأن تما كان كيتحدثوا المؤرخين في هذا القرن، أواخر القرن الخامس عشر ميلادي أوائل القرن السادس عشر ميلادي، على قيامة الساعة أو أشراط الساعة. يعني حيث كان الهجوم تاع الصليبيين والناس تما كان كيتحب لهم انها نهايه الحياه. هنا غادي يتكون داك التصوف، سواء التصوف الشعبي، سواء الرقع او الحجابات اللي كنسميهم الان، غادي يظهروا دوك الممارسات ديال الدجله والسحر، غيظهروا بزاف ديال الامور. هنا غادي يرفع الامام الجازولي رايه الجهاد، وهو متصوف، وكما قلت واخذ من الشاذليه من بعد ديالو، والشاذليه من طريقه الشاذليه اللي واخذ، غادي ياخذ الجهاد، وهنا غادي يتحول الجهاد الفعلي مع التصوف. وهنا غادي يبرز هذا الجهاد، وانه غادي اي واحد ما دخلش في هذا الجهاد غادي يتحيد منه صفه البلوغ على الرجل، غادي تسمى بحال النساء او الاطفال، يعني اللي ما جاهدش معاهم. هنا غادي يكون هذا المشروع ديالو، غادي يبدا بتحرير الثغور او السواحل المغربيه من الاستعمار البرتغالي اللي كان، خاصه من بعد 1415 احتلال سبته، هنا فاش بدا هاد المشاكل. اذا هنا ملي غادي يرفع، من بعد ملي غادي يموت في 1491 على ما اتذكر، او 61 فغادي يموت، غادي يقتل الجازولي على يد البرتغاليين. غادي يجيو المريدين ديالو هما السعديين، اللي غادي ياخذوا هذا المشروع ديال الجازولي، اللي ابو بكر العقاوي والتيتسي غادي يكونوا هذا الشيء، وغادي يجي عبد الرحمن بن زيدان، ثم محمد الشيخ اللي غادي يحمل انه يكون المشروع ديالو السياسي. هنا غادي يخرج التصوف من التسامح ديالو، من انه فقط في اطار جهادي او هكذا او ديني او هذا، غادي يدخل في السياسه، وهذه اول مره غادي يدخل التصوف في السياسه من خلال محمد الشيخ السعدي، اللي غادي يتبنى وغادي يقول انا سلطان الوقت والزمان، انا من حررت الثغور المغربيه. وهو ايضا اللي غادي يكون مضاد مع العثمانيين، وغادي يضاد مع سليمان القانوني وغيره، وغادي يكون مشروع ديالو، غادي يقول السلطان فاس انت قابع بفاس، والسلطان الوطاسي انا من حررت الثغور المغربيه. وغادي يكون مشروع ديالو، غادي يأسس دولة السعديين اللي غادي تبلور هذا المشروع، اللي من بعد غادي تجي مرحلة منصور الذهبي، وعاد غادي تجي الزاوية الابتدائية مع العلويين وغيرهم، فقط كإيضاح. طيب، هناك بطبيعة الحال تفاصيل كثيرة جدا، يعني إلا بغينا نتكلموا في هذه التفاصيل كلها وفي هذه الأحداث كلها، خص يكون حلقة خاصة على التصوف مثلا، ولا ربما أكثر كاع حتى من حلقة. ولكن حنا كنتكلموا هنا دابا غير على يعني بشكل سريع كيف استقرت ما يسمى بالثوابت المغربية. الآن عندنا ثوابت، عندنا مثلا المذهب المالكي والمذهب الأشعري والتصوف الجنيد، هذه تعتبر من الثوابت. حنا كنحاولوا نديروا واحد النظرة سريعة شاملة على كيف استقرت وكيف تطورت هذه الأمور، وإلا فما غاديش يكفي الوقت نهائيا إلا بغينا نتطرقوا للتفاصيل كلها. فبسرعة غادي نمشيو للعهد العلوي. برزت واحد المجموعة ديال الطرق الصوفية، أشهرها الطريقة الناصرية والطريقة الدرقاوية والطريقة التيجانية، كانت عندها أدوار كبيرة في العهد العلوي.
في المناطق اللي كانت التمثيل ديال السلطة المخزنية ضعيف أو لا كتكون غايبة السلطة، كانت هاد الزوايا كتقوم بالأدوار التحكيمية في النزاعات والخلافات بين القبائل، وكانت كتملأ الفراغ السياسي في غياب كما قلنا السلطة المخزنية، خاصة في المناطق الحدودية النائية بحال مثلا مناطق الجنوب الشرقي. في هذيك المناطق لعبت الزوايا هذه الأدوار، بالإضافة أيضا حتى لتأثير السكان ضد الغزو الفرنسي في هذيك المناطق، وكان عندهم دور كبير في تحديد المجالات، الرعي وتوزيع المياه إلى غير ذلك. وأيضا كانت هذه المناطق اللي مسيطر عليها هذه الزوايا في عهد العلوي بالخصوص كانت ملجأ للفارين من التسلط المخزني اللي هاربين من بعض العقوبات الثقيلة المفروض عليهم، فكانوا كيمشيو كيهربوا لهذه المناطق. وهذا الشيء كان احيانا كيدير واحد الحساسيه للممثلين ديال المخزن اللي كيسعاو الجهد ديالهم انهم يتقربوا من هذه الزوايا ومن هذه الطرق ومن الشيوخ ديالها. فكان واحد العلاقه يعني مصلحيه ما بين شيخ الزاويه وما بين هاد الممثلين ديال المخزن، سواء كانوا قياد اللي هما كيحتاجوا اضفاء واحد النوع ديال الشرعنه على من طرف هاد الممثلين ديال الزوايا. وممثلي الزوايا ايضا كانوا كيحتاجوا للتزكيه من خلال ديك الظهائر ديال التوقير والاحترام اللي كانوا كيخصوا بها السلاطين وملوك الدوله العلويه هؤلاء الشيوخ ديال الزوايا من حين لاخر. طبيعة الحال في العهد العلوي كانت هناك في فترات معينة بعض التشنجات، بعض محاولات مثلا السيطرة على السلطة. غنعرفوا في التاريخ مثلا حتى العهد الحماية، غنعرفوا قبيل الحماية الصراع اللي كان مثلا ما بين العلويين وما بين الزاوية الكتانية اللي بعض المصادر تتهمها أنها كانت تسعى إلى الوصول إلى السلطة، وبعض المصادر تتهمها بأنها تحالفت مع الاستعمار إلى غير ذلك. فهذا هو الوضع إلى حدود الاستعمار، الحماية والاستعمار، بل حتى الاستقلال. يعني ملي خرج المستعمر كان المغرب بقى محافظ على المذهب المالكي ديالو وعلى المذهب الأشعري ديالو، والزوايا بطبيعة الحال وقعت تحولات، ما بقاتش الدولة كما كانت الدولة، مبقاش يعني المنطق ديال الدولة القديمة، بانت الدولة العصرية بالمؤسسات ديالها إلى غير ذلك. فالزاوية غادي تولي تلعب أدوار أخرى، ما تبقاش تلعب الأدوار اللي كانت كتلعبها قبل في الدولة، في الشكل ديال الدولة القديمة وفي القبيلة إلى غير ذلك. حتى علاقتها بالسلطة يعني تغيرت إلى حد كبير. غادي في السبعينات غادي يبدا يظهر نموذج اخر من التدين اللي هو التدين ديال الحركات الاسلاميه، يعني من السبعينات. وهو تدين مختلف. علاش؟ هو راه في حقيقه الامر كما قلت انا في البدايه ماشي مختلف. شحال من واحد كيحسب له التدين هذا المذهب المالكي والاشعري راه مذهب مختلف ويدعو الى التسامح وما فيش. راه داكشي اللي كاين عند السلفيه واللي كاين عند الحركات الاسلاميه هو نفسه اللي كاين في المذهب المالكي وكاين عند المذهب الاشعري، ما كاين حتى شي فرق. الفرق هو ان هذا التدين خداوه المغاربه عبر قرون وشدبوه وقادوه وصاوبوه حتى ولا ملائم للبيئه ديالهم. وثاني حاجه انه كاينه سلطه سياسيه كتحكم فيه، هي اللي كتقولها شنو نطبقوا منه وشنو ما نطبقوش منه. والا لو مثلا الدوله المغربيه ناضت واحد النهار بغات تطبق المذهب المالكي حقيقه وبغات تطبق المذهب الاشعري حقيقه، فراه غتبدا تكفر الناس وتقتل اللي ما كيصليوش وكل شيء هادشي غادي تطبقوا. كاين في المذهب المالكي وكاين في المذهب الاشعري. احنا قرينا قبيله على القاضي عياض ان اللي قال المذهب الاشعري ما مزيانش نشدوه نسلخوه نضربوه. لذلك علاش كيبان لنا هذه الحركات الاسلاميه وهذا الاسلام السياسي والسلفي كيبان لنا شي حاجه نشاز، شي حاجه ماشي هذيك؟ لانهم اولا مجموعات قليله فكتبان مختلفه على التدين ديال المغاربه جميعا.
ثانيا ما خداش الوقت ديالو باش يتشدب ويتقاد ويتصاوب ويتطور هذا التدين ديال الجماعات الاسلاميه، لان الا عطيناهم الحكم مثلا، عطيناهم الحكم غادي يكونوا عنيفين في الاول، غادي يقتلوا المخالفين، غادي يستتب لهم الامر، غادي يكون دين عنيف. ولكن بعد واحد 4 القرون 5 القرون غادي يبدا يتطور ويتقاد ويستقروا هما في الحكم، وغيبقاو باغيين صداع، ويبقاو باغيين غير يجمعوا الفلوس ويصاوبوا الامور الحياتيه، وغيولي الدين عاوتاني ديالهم هو الوسطي والزوين والمعتدل بعد واحد 4 القرون ولا 5 القرون. وغادي يوليو ديك الساعه الناس رافضين اي شكل من اشكال ديال التدين. بالاضافه انه هذا الدين دابا اللي حنا كنشوفوا بعينينا انه هادو اللي كيجيبوه هاد الحركات الاسلاميه متاثره بالشرق سواء بمصر او لا بالسعوديه، فكتجيبو كما هو في هذيك البيئه باغيه تحطو في بيئه اخرى بلا ما تاقلموا، بلا ما تقادوا، بلا ما تبيئوا، بلا ما دير واحد النوع ديال التبيئه. لذلك هو يعني مرفوض، يبدو نشاز، ما تقبلوا لا السلطه لانه كيدير لها البلابل، ما كيقبلوش المجتمع، كيقبلوه هذوك واحد المجموعه ديال الناس القلال اللي متاثرين به وباغيين يدخلوه صحه. وهذا الامر صعيب انك تجيب شي معتقد وتدخلوا صحه وتفرضوا على الناس الصحه. الناس يعني المعتقدات باش كدير بلاصتها خصها مجتمع يحتضنها، وخصها سلطه تحميها هذه المعتقدات، وخصها واحد الفتره زمنيه طويله باش الناس يتقبلوها ويتاقلموا معها ويبلعوها ويتزادوا مواليد جديده في ظلها. فعبر قرون كيولي هذاك التدين مقبول. اذا كانت هذه هي المداخله ديالي على كيفاش بدات هذه المذاهب اللي هي تعتبر الان ثوابت وتعتبر مذاهب رسميه، كيفاش دخلت وامتى وشنو هي الاسباب وكيف تطورت. نتمنى انني نكون احطت بالموضوع من مختلف جوانبه، ونكون اجبت على الكثير من الاسئله اللي كتدور في الادمغه ديال المهتمين. وتفضلوا اذا كانت هناك اي اسئله او مداخلات. نعم، شكرا استاذ مصطفى، معلومات مهمه صراحه وكنشكرك عليها، انك عطيتينا احاطه كامله من المعلومات. الان غادي نشوف قبل غندير واحد شويه الا سمحتي لي، ندير واحد شويه ديال الاشهار للكتاب ديالي. الاصدقاء مشكورين. درناها في الفوق. لا الاصدقاء وغادي نهضروا عليه من بعد خلال الاسئله. فشكرا اولا انكم حطيتوا اللين ديال الكتاب. هذا كتابي على عائله المرجاطي، الاخ اللي كان قدمني انير كان تكلم عليه. هذه وحده من العائلات، نموذج ديال التحولات الدينيه، عائله مغربيه عاديه جدا، بل ماشي عاديه، يعني عائله مغربيه متحرره بحال العائلات المغربيه، تدين عادي بسيط. بل الاب هذا كريم المرجاطي ما كانش يمكن كاع مسلم، لان امه مسيحيه، باه كان لا ديني الى حد ما، فما كانش مسوق هو كاع. فجاه غادي يتحولوا هاد الناس وغيوليو سلفيين جهاديين، وغيمشيو يلتحقوا بتنظيم القاعده، وغادي يعيشوا في دوله طالبان. وملي غادي تسقط طالبان بعد الضربات ديال 11 سبتمبر، غادي يهربوا من افغانستان يمشيو للسعوديه، وغادي تقتل الاب والابن الصغير ديالو، وغتبقى الام والابن ديالها معتقلين في السعوديه. ومن بعد غادي يسلمهم السعوديه للمغرب، وغادي يدوزوا واحد الفتره ديال الاعتقال في المغرب، وغادي تبقى واحد المده حتى تبان داعش، وغادي تعلن هاد السيده البيعه ديالها لداعش، وغادي تصيفط ولدها هو الاول يمشي يلتحق بداعش وتتبعو، وغتمشي تعيش تماك في الاراضي ديال داعش. غادي تتحمل مسؤوليات كبيره، يعني غتولي من اشهر الجهاديات في العالم المغربيه في الوقت اللي قرات في فرنسا وكتقن الفرنسيه مزيان والانجليزيه، انسانه مثقفه يعني. غادي تولي داعشيه، تولي كتحمل مسؤوليات داخل تنظيم داعش، ومن بعد غادي التنظيم ينقلب عليها ويوجه لها واحد المجموعه ديال الاتهامات، وغتولي مطلوبه للمحاكمه داخل التنظيم وتهرب. فهذيك رحله الهروب ديالها من داعش غادي تصيفط لي انايا واحد المجموعه ديال الوثائق الخطيره جدا، وعلى اساس هذيك الوثائق غادي نكتب هذا الكتاب. فالكتاب تطبع في مصر هذه تقريبا سنه ونصف، ربما يقدر احتمال كبير انه يدخل في هذا المعرض المغرب، مازال ما متاكدش. ولكن الكتاب مهم، شاتو واحد المجموعه ديال المؤسسات، منها مكتبه الكونغرس الامريكيه، وزاره الدفاع العمانيه،
واحد الجامعة، واحد الكلية عسكرية في السعودية، شاوه مجموعة ديال المؤسسات المهتمة بهذه المواضيع. فأنا الآن حطيت النسخة الإلكترونية ديالو للبيع، لأن النسخة الورقية المصاريف ديال الطلب ديالها غالية شوية. بعض الأصدقاء طلبوهم من بعض البلدان فكلفهم تقريبا حتى $70 باش يوصلهم نسخة ورقية، لأن مصاريف الإرسال غالية. فالنسخة الإلكترونية موجودة الآن اللي بغاها، الكتاب اللي مهتم بهذه المواضيع، ففيه واحد المجموعة المعلومات والوثائق الحصرية اللي هو دا كاين هنا الفوق، اللي بغى يقتني يقدر يدخل. وفي خلال الأسئلة ممكن اللي بغى يسول في هذا الموضوع أكثر نقدروا نجاوبوا على هذا الموضوع. تحياتي. تحياتي للأستاذ مصطفى. نعم بالفعل. شكرا يعني على هذه الإطلالة التاريخية. غير من باب التفاعل ومن باب النقاش، واحد المسألة في التاريخ وشر لها عبد الله العروي، هي المسألة ديال دخول العرب لشمال إفريقيا. ما كانش الهاجس ديالهم انهم كيف سيسلموا الامازيغ ولا ما هو الاله الذي سيعبدونه الامازيغ. لماذا؟ لان كان واحد الاضطراب ديني في ديك الفتره، وبالتالي كان الهاجس او الاساس الاول هو كيف سيحكم او كيف سيحكم العرب يعني الامازيغ، كيفاش غادي يحكموهم. وبالتالي فالمساله ديال التعريب والمساله ديال الاسلمه تعطلت شي شويه. علاش؟ لان في الاول كانت بدأت بمقاومة عنيفة وفي التالي غيكون الاستسلام. أنا دابا السؤال يعني المطروح، كيف علاش ظهروا لنا هاد المذاهب بكثرة في المغرب، رغم أن درجة التعريب كانت أقل خفة وأقل يعني كانت قليلة بزاف، ما كانش بداك الشكل. يعني شحال ديال الزمن خدات باش نفتحوا يعني باب النقاش للإخوان الآخرين، وبطبيعة الحال في كل ما له علاقة يعني بالتحولات الدينية أو رصد الظاهرة الدينية للإنسان المغربي. قلت أنا في البداية أن المغرب كان ملاذ، كان واحد الأرض خصبة لكل واحد باغي يهرب من هذوك الحركات المعارضة ولا المذاهب ولا الطوائف اللي كانوا كيهربوا. وذكرت أمثلة على المعتزلة، على الواصلية، على الشيعة إلى غير ذلك، فكانوا كيهربوا وكيجيو المغرب. فهذا واحد من الأسباب علاش ظهرت كل هذه المذاهب في المغرب. وربما تكون أسباب أخرى تنافسية، بمعنى كل جهة كل قبيلة كتشوف أنها ربما تقدر توصل للحكم إلى تبنات ولا احتضنت شي مذهب من هذه المذاهب، طالما أن هذه المذاهب كتوصل بالزربة للسلطة. من السهل أنك تدعي أنك حفيد نبي، ولا أنك من الطائفة المنصورة، ولا أنك من الفرقة الناجية، ولا أنك أنت هو صاحب الزمان، ولا أنت هو المهدي، فتقدر توصل للسلطة بالزربة. فيقدر يكون كثرة هذه المذاهب كانت يعني تعود بالدرجة الأولى إلى التنافس السياسي. كل واحد كيبغي حتى هو ياخذ حقه ويحتضن شي مذهب من المذاهب اللي يقدر يوصل به السلطة.